السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة خبر طلاق أحمد سعد للمرة الرابعة تقريبا من علياء بسيوني. كتبت النهاردة علياء بسيوني على صفحتها: الحمد لله على كل شيء، تم الطلاق بيني وبين أحمد من شوية بناء على رغبته. حابة أشكر أحمد جدا على أصله الغير طيب ومعدنه السيء. طبعا هي كده بتشكر فيه وبتمدحه. وحابة أقول له شكرا على قرارك اللحظي الغير موفق في خراب بيتنا وتدمير أسرتنا الجميلة، اللي أنا حقيقي تعبت فيها لوحدي تماما، وحاولت وعديت بمواقف كتير مفيش حد في مكاني يقبلها عشان الأسرة دي وعشان المشوار اللي أنا ابتديته وما كنتش حابة إنه ينتهي. شكرا على توقيتك الجميل وأنا قاعدة ببنتي 3 أيام وانت مش عارف حاجة عنها ومشغول في الساحل وخروجاته، وبعدها شغلك أكبر شكر، وبعدها شغلك أكبر شكر على المقلب اللي أنا أخدته في العلاقة ديت، واللي كنت فاهمة إن ليها قيمة بيني وببني وبضحي وبتنازل عشانها. انت طلعتها ولا تسوى. ربنا معايا أنا وبناتي في الجاي، وربنا ينتقم منك ويديلك على قد كل حاجة حصلت. علياء ما تزعليش يا علياء، هي الرجاله كلها كده، ما تطمنيش لحد خالص. المواقف بتبين. وشكرا ليكم ودعواتكم ليها.